أستاذة تحية، يمكن قبل قليل انتهت محكمة ديار بنجم الجزئية من نظر الجلسة الموضوعية العاجلة المتهمة فيها نداء بالتعدي بالضرب على حماتها. يمكن بحسب ما حضرتك أكدت لنا على ان تم التصالح وحفظ الدعوة. ايه التفاصيل حضرتك، تفاصيل الجلسة والامور راح على فين؟ بفضل الله وبفضل الناس المحترمين اللي موجودين في البلد ومن خارج البلد تمكنا من التوصل لحل ودي بين الطرفين مؤقتا، على اساس ان احنا نطلع المتهمه النهارده عشان الطفله الصغيره، وتم التراضي على اساس ان يبقى في جلسه عرفيه بعد كده لسه هتتحدد، وما فيش طلاق والحمد لله، وما فيش خراب بيوت. احنا بنصلح ذات البين في الاول وفي الاخر، وده كل هدفنا. انا كمحاميه هدفي الوحيد في مهنتي من ان انا ما اتاجرش بالناس ولا باعراض الناس، انا كل همي ان احنا نصلح ما بين الناس. وتوفقنا بعد جهود كبيره جدا، بقالنا اسبوع بنجري على الصلح، مش نتفاوض في ان البنت هتاخد ايه والولد هيدي ايه، لا احنا بنتفاوض على الصلح. وعشان في طفله صغيره ايا كان البيوت بيحصل فيها ما يحصل مش مشكله، دي بتحصل في كل البيوت، ولكن اللي زاد الموضوع السوشيال ميديا والنشر وخلافه، وده كان غلط الطرفين من البدايه. ولكن الحمد لله احنا بنلم الموضوع حاليا، والموضوع انتهى على خير، وربنا يوفق الجميع ويصلح ما بينهم وتستمر الحياه. ورضينا الام والزوجه بامر الله تتراضى، وان شاء الله بامر الله يكملوا مع بعض اذا اراد ربنا وتتربى البنت. وكل اللي حصل ده كله يا جماعه كان سبحان الله يعني نزوه شيطانيه من الطرفين. انا ما بقولش ده غلطان وده مش غلطان، لا الطرفين غلطوا، الطرفين غلطوا. دي كانت تتحل ببساطه جدا في مركز الشرطه، في قعده عرفيه، في اهل البلد، ما بيننا احنا كاهل. كان في اكتر من طريقه غير النت، كانت تتحل باي طريقه، ولكن هو اللي كبر الموضوع النشر. عايزين نعرف التفاصيل اللي حصلت داخل الجلسه. ايه والله هو كانت جلسه، هو كان في تجديد حبس النهارده، ولكن نزلت جلسه موضوعيه بالليل الحمد لله. كل ده عشان التوسل عشان البنت الصغيره، التوسلات اللي حصلت عشان البنت الصغيره، الطفله دي رضيعه ومريضه، والحمد لله تمكنت فعلا. المحامي العام نزلت جلسه فعلا امام المحكمه النهارده، وحضرنا واتصالحنا واقرينا بالصلح وان تراضينا، وفي جلسه عرفيه هتفصل ما بين الاثنين، وبامر الله ما فيش طلاق برضه بنؤكد، وما فيش طلاق وما فيش مطبخ وما فيش كذا، هم هيرجعوا يعيشوا مع بعض بامر الله وهيربوا بنتهم والامور هتستقر. وشيء يا فندم خلال الاوقات الاخيره يعني امور داخليه يمكن حضرتك لمحت ليها بخصوص المطبخ وما الى ذلك. لا ما حصلش مني الكلام ده، انا قلت لا لمحت لان كان في كلام لكده وانت بتنفيه دلوقتي. ما حصلش، انا اقصد انت بتنفي. انا اتخذ عليه لو انا السمع مني، انت بتنفي اللي هو متداول ده. ما حصلش طبعا مني الكلام ده نهائي. انا قلت هنقعد جلسه عرفيه لوالد البنت، انا قلت هنقعد جلسه عرفيه والقعده اللي هتفصل، يا اما تاخد مطبخها يا اما تاخد فرشها كله، يا اما ما تاخدش حاجه. ده كلامي. هم اخذوا كلامي على انها تاخد المطبخ. والله كل واحد حر في قراره، انا عمري ما قلت كذا كده ان احنا تاخد مطبخ او خلافه، لا هي تاخد حقها الشرعي. الاجراءات بما يرضي الله، بما هي حاليا بامر الله تاخد براءه وربنا يستر. يعني خلاص هو كده تم النهارده الصبح خلاص يا براءه كده. العائلتين مضوا النهارده بشكل رسمي قدام المحكمه. مضينا بالتصالح، واللجنه عليها مضت بالتصالح، واقرينا ان احنا تراضينا في الجلسه والحمد لله. هيبقى في جلسات ثانيه عرفيه؟ لا ما عادش في جلسات عرفيه طبعا. استاذه تحيه، كان في دعاوى من الناحيه الثانيه، كان في محضر تم تحريره قبل يومين، فهل تم اسقاطه ولا الامور راحت فين؟ احنا اتفقنا على انه كله هيخلص على اساس ان احنا نقعد على نضيف، ما هو ما ينفعش نقعد قعده عرفيه وفي شكوى من طرف ثاني، لازم تكون الاطراف كلها مرضيه. كله هيتنازل طبعا الحمد لله وبفضل الله وبفضل الناس المحترمين الدكتور، واحنا سهرانين. احنا بقالنا على فكره اسبوع بنجري للصلح بين الطرفين، ولكن هو بصوا هو دايما يعني في عناصر بتتدخل لاشعال النار.